هو احنا ليه مش عارفين نلاقي لغة تواصل بينا؟ ودايما لما بنيجي نتناقش بنكون في مشكلة. المشكلة يا صديقي ان الانصات من اهم عوامل التواصل اللي كتير جدا مش بياخد باله منها. وفي الفيديو ده انا جاي اكلمك على انواع الانصات وازاي تقدر تتعامل معاه وتعرف انت انهي نوع منه. اول نوع هو الانصات الايجابي، الانصات بغرض الفهم. انت بتسمع اللي قدامك ومركز معاه ومركز في كل كلمة ونبرة صوته ولغة الجسد علشان تفهمه وفعلا تقدروا تقيموا نقاش ناجح. تاني نوع هو الانصات السلبي اللي بيندرج تحته اكتر من نوع. اولهم التظاهر بالانصات، ان انت اصلا مش سامع اللي قدامك ومش مركز معاه، بس وهمه ان انا مركز معاك وخلاص عشان تعدي الموقف. تاني نوع وهو التجاهل او الانصات التجاهلي، وهو عبارة عن ان انت اصلا مش مركز مع اللي قدامك، سايبه يتكلم وانت مركز في التليفون او ماسك ورقة وقلم او بتكلم حد تاني اصلا انت متجاهله تماما. تالت نوع وهو الانصات الانتقائي، هو عبارة عن انك بتسمع الشخص علشان بس تلقط لك منه كلمة ولا كلمتين تبني عليهم حوار، وهنا دايما تلاقي الطرف التاني بيقولك انت سبت الموضوع كله ومسكت في الجملة دي وبنيت عليها حوار. رابع نوع والاخير وهو الانصات اليقظ، انت بتسمع اللي قدامك مش بغرض الفهم، لا انت بتسمعه بغرض ان انت تهاجمه بكلامه، بيكون الغرض هجومي بحت. دي ببساطة انواع الانصات. بيحصل مشاكل علشان احنا بنكون مقتصرين على نوع واحد بس، انما لما بيكون في مرونة في الانصات بين اكتر من نوع بنقدر فعلا نقيم نقاشات ناجحة في اوقات، واوقات ممكن تفلت مننا، وده الطبيعي جدا في الحياة. فانا هنا بسألك انت كنت بتمارس انهي نوع من انواع الانصات دي؟